السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم واخباركم ايه؟ يا رب تكونوا بخير وفي صحة وفي احسن حال يا رب. هنتكلم عن انواع السيناريو. السؤال برضو الاخير قبل ما ندخل في السيناريو، يا جماعة اي حد جاهز كامل مكمل خلاص مع ماتيريال مع كل حاجة جاهز ان هو يمثل، يا جماعة ياخد كل الشغل بتاعه، خلاص بقى متعلم وجاهز ومعاه ماتيريال، ياخد الشغل بتاعه ويبدأ يروح يقدم في مكاتب الكاستنج. هتلاقوا اللينك هسيبه لكم في الوصف. ازاي تلاقوا اهم مكاتب الكاستنج. طيب انا مش متعلم ولسه ما عملتش حاجة، يا جماعة عندك المعهد العالي للفنون المسرحية وعندك ورشة الدكتور خالد جلال في الأوبرا. تمام؟ أنا بقول لكم على الأماكن اللي أعرف إن هي كويسة، لكن غير كده أنت مش متعلم بس أنت شايف إن في نفسك الموهبة وعايز تروح قدم، روح قدم. يمكن تتاخد، بس أنا ما أقدرش أوعدك إن أنت هتكمل وهتستمر. لازم تتعلم كويس جدا. في ناس تدخل تقول أنا مش عايز أتعلم، طب خلاص ما تتعلمش. مفيش حد فرض عليك موضوع إن أنت تتعلم. بس ما تجيش تزعل ان انت ما نجحتش، ما تجيش تزعل ان انت ما وصلتش للحاجات اللي انت بتتمناها واللي انت بتحبها. خلاص انت كمل، انت شايف ان انت الخطوه اللي انت واخدها تمام وصح، خلاص ما تسالش حد، كمل روح قدم في المكاتب، لكن ما تطلبش من حد انه يساعدك. انت تساعد نفسك لان انت ادرى واحد بان انت فاهم انت بتعمل ايه كويس. انواع السيناريو. هل السيناريو ليه كذا شكل الناس بتتعامل بيه؟ في سيناريو فرنساوي وفي سيناريو امريكي. مش لغته فرنساوي ولغته امريكي، لا هو اسم الشكل بتاعه ده السيناريو بالشكل الفرنساوي وده السيناريو بالشكل الامريكي. لازم طبعا تكون حافظ شكل الاثنين، علشان لو بتتعامل مع مخرج وسيناريست بيتعاملوا بالشكل الفرنساوي تبقى عارف الشكل عامل ازاي، ولو بتتعامل مع مخرج وسيناريست بيتعامل بالشكل الامريكي لازم برضو تبقى عارف الشكل ازاي. شكل السيناريو الفرنساوي. شكل السيناريو الفرنساوي بيبقى عبارة عن جدول مقسوم من النص 2، الصورة على اليمين والصوت على الشمال، وفوق اسم المشهد، مكان المشهد ورقم المشهد ووقت المشهد، وتحت كلمة قطع أو دمج. تعالوا نشرح كل نقطة وإزاي أقرأ السيناريو بالطريقة الفرنساوي والطريقة الأمريكية. على فكرة هو قرايته الاتنين واحد، بس ده بشكل وده بشكل عشان ما تتلخبطش. هنبتدي بالسيناريو الفرنساوي. أول ما بتمسك الورق بتاع السيناريو الفرنساوي بتلاقي فوق مكتوب ميم 1 أو ميم 2 أو ميم 50. ميم هي اختصار لكلمة المشهد. المشهد رقم 1. ممكن تلاقي كاتبها ميم وممكن تلاقي السيناريست كاتب المشهد. يبقى ده ميم، دي اللي هي اختصار كلمة مشهد. جميل؟ دي سهلة. في النص بتلاقي مكتوب المكان، مثلا الصالة، أوضة النوم، الشارع. ده بيكون المكان اللي فيه المشهد. المكان اللي بيبقى فيه المشهد فين؟ موجود في الصالة، في أوضة النوم، في الشارع، في الحديقة، في أي مكان. ده المكان اللي بيتم فيه المشهد. على الشمال بتلاقي حروف كده بسيطة. نون اختصار لنهار، لام اختصار لليل، غين اختصار لغروب، شين اختصار للشروق. وقت المشهد هيبقى امتى؟ نون النهار، لام ليل، غين وشين شروق وغروب. ده الوقت بتاع المشهد. بتلاقي مثلا نون خ، نهار خارجي، يبقى خ اختصار لحرف خارجي.
نون دال، نهار داخلي. يبقى الدال اختصار لكلمة داخلي. تمام؟ يبقى احنا هي بس الحروف اختصار نهار وليل وشروق وغروب وداخلي وخارجي. الداخلي والخارجي ده بيترتب على حسب المكان. هقول لك معلومة انت ممكن ما يبقى، بس لازم ان انت تبقى عارفها يعني. اي مشهد بين 4 جدران داخلي. اي مشهد منك للسماء خارجي. يعني في الشارع خارجي. داخل اوضه داخلي. تمام؟ انت ممكن ما تستفادش منها، بس حاجه معلومه تبقى ايه؟ تبقى عندك يعني، تبقى انت عارف. بعد كده ننزل بنلاقي الجدول مقسوم نصين، صوره وصوت. الصوره هي الوصف بتاع المشهد. يدخل احمد غرفته فيجد زوجته جالسه على الكنبه ماسكه مثلا كتاب. ده الوصف. بنلاقي الناحيه الثانيه اللي هو ايه هو الصوره اللي الناس هتشوفها على الشاشه. الكلام اللي هو الكلام اللي هيدور ما بين احمد وزوجته. احمد مثلا: مساء الخير يا حبيبتي، اخبارك ايه؟ صحتك احسن؟ الزوجه، تلاقي الكلام بتاع الزوجه تحتها: تنظر الزوجه الى زوجها احمد قائله: يا حبيبي بقيت احسن. يبقى ده الكلام اللي هيتكتب، الكلام اللي هيتقال ده في الصوت، والصوره الوصف بتاع الكلام موجود في الصوره، اللي هو مثلا غاضبا، مبتسما، يعني اللي هي الوصف بتاع الحاله نفسها، اللي هو زعلان، متضايق، غضبان، فرحان، متوتر. ده كله هتلاقيه في الصوره. دي الطريقه اللي انت هتقول بيها الكلام اللي هو في الصوت. في نهايه المشهد بتلاقي كلمه قطع او دمج. لو المشهد مثلا رقم 1 متتابع مع المشهد رقم 2، يعني احمد نزل الشغل قال الكلام ده مثلا وهو في الصاله. المشهد اللي بعديه لقينا احمد وهو رايح ناحيه عربيته. المشهد اللي بعديه احمد جوه العربيه. المشهد اللي بعديه احمد رايح الشغل. ده تتابع، يعني انا لسه مع احمد، يبقى ده دمج. لكن يلا حبيبتي باي باي انا رايح الشغل، وروح قاطعين على صاحب احمد في مكان تاني خالص بيعمل حاجه تانيه، يبقى ده قطع. خلاص احنا اتقطع ده من هنا على المشهد اللي بعديه. دي معلومه برضو ممكن ما تفيدكش كممثل، بس لازم برضو ان انت تبقى فاهمها وعارف. ده ببساطه شكل السيناريو الفرنساوي. تمام؟ في النهايه بتمنى لكم الخير والسعاده، ويا رب تكونوا في احسن حال. وان شاء الله الحلقه اللي جايه نبدا نتكلم عن السيناريو الامريكي.